هازو الفلاون ومرحبا بكم. بما اننا في رمضان الكريم جبت لكم واحد الوصفه صحيه وخفيفه كبديل للبطبوط والمعجنات المصنوعه من الدقيق الابيض او الدقيق العالي في الجلوتين. تصلح الفطور صحي في رمضان وحتى السحور. غادي نحضروا خبز رقيق بالشوفان، ممكن تعمروه او تدهنوا فوق منه، وصالح حتى باش تصاوبوا به برجر صحي وعالي في البروتين. المكونات سهله بزاف، عندنا الشوفان، الماء والملح. خديت زلافه ديال الشوفان، طحنتها مزيان حتى ولات رفيعه. في مقله حطيت زلافه ديال الماء وزدت ليها واحد الرشه ديال الملحه، خلطتها مزيان وخليتها فوق نار مهيله حتى ولات دافيه. من بعد ما دفى الماء غربلت فوق منه مباشره الشوفان المطحون، وبقيت كنقلب الخليط فوق نار مهيله وبلا ما نحبس حتى بدا كيتجمع معايا وتحول العجينه طريه ومتجانسه. خاص غير الصبر في هذه المرحله وتبقاو تقلبوا الخليط باش ما يتحرق. هذا هو القوام اللي غادي يخرج. كتكون العجينه رخوه ولينه. صافي وجدات العجينه، حيدتها من المقله وخليتها تبرد غير شويه باش نقدر نخدم بها. غادي نشكلها بهذه الطريقه على شكل حبل طويل، وقطعته قطع صغيره على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما، وكل قطعه شكلتها كره صغيره. صافي دابا غادي نبدا نسرح الكرات اللي شكلناهم، وكرستها مزيان بهذه الطريقه وغير بالتبسيط بلا عذاب بلا تماره حتى ولات رقيقه هكا. سخنت المقله مزيان وحطيت الخبز يتحمر، حطيته 30 ثانيه على الوجه الاول ونقصت العافيه بزاف، ومن بعد غادي نقلب على الوجه الثاني عاود 30 ثانيه عفوا، وغادي نبدا نضغط على كل الجوانب باش يتساوى ليا الهواء اللي داخل الخبزه ويتحلوا كاع جوايه. هنا ما غاديش نقطع الفيديو، غادي نخليكم تشوفوا هذه من الاول حتى الاخر، وغادي غير نزربو باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. وهنا غادي نوريكم الخبزه الاولى كيف جات من الداخل، وبصراحه فرحت بزاف ملي صدق ليا وجا محلول من الداخل بهذا الشكل هذا. وصدقوني راها طريقه ناجحه بزاف 100%. وغادي نخليكم مع الفيديو. وإلا لاحظتوا بان الخبزه ديالي كل ما تنفخت من جهه واحده كنعاود نضغط عليها من ديك الجهه اللي تنفخت فيها، وانا كندفع بالسباتو ديالي هذاك الهواء للجهه الاخرى باش يتساوى لينا الهواء لداخل وتحلينا الخبزه ديالنا كامله. راه هذه هي الطريقه الصحيحه وما كايناش شي طريقه اخرى سحريه. اهم حاجه تركزوا عليها هو الهواء اللي داخل الخبزه، وبطبيعه الحال عاوتاني الحراره ديال النار. في الاول كنبداو بنار مهيله ومن بعد شويه كنجهدوا عليها باش تحمر لينا وتنفخ لينا شويه مزيان. هاد خبز الشوفان كيجي خفيف على المعده ومناسب بزاف في شهر رمضان. تقدروا تاكلوه في الفطور ولا حتى في السحور حيت كيعطي طاقه وما كيحسش بالثقل. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلكم وصفات صحيه في رمضان. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.